هقولك كلمة على السريع. وبعد يا مساء الجمال من شيماء جمال، هقولك اني قبل ما تحبي حد حبي نفسك. وقبل ما تدي لحد بصي للمراية كده وقولي لنفسك القمر دي: انا استاهل، انا استاهل حب، انا استاهل رزق، انا استاهل امان، انا استاهل كل حاجة حلوة. لانك مش قليلة، ده انتي ربنا كرمك وجعلك في احسن صورة. لا وايه كمان، ده ربنا جعلك ليكي صورة كاملة اسمها صورة النساء. فبذمتك القمر دي ودي تيجي كده وتدوس على نفسها؟ ينفع؟ ينفع؟ كل ما تحبي نفسك وتقربي لنفسك كل ما هتلاقي ان ربنا بيجذب ليكي الاشخاص اللي كانوا المفروض ان هم يبقوا في حياتك، الاشخاص الصح، الاشخاص اللي هيسندوكي، الاشخاص اللي هيقووكي، الاشخاص اللي هيحبوكي بجد. غير كده لو انتي مقصرة في حق نفسك، لو انتي ما بتحبيش نفسك، ربنا هيبعتلك ناس مزيفة، ناس مش حابة نفسها اصلا. فانتي جذبتي ليكي الناس اللي هي ايه، مش حابة نفسها زي ما انتي مش حابة نفسك. وبهنا بقى ما بنقعش في حب، لا، احنا بنقع في حاجة اسمها تعلق مرضي. وده ابشع من الحب بكتير، لان اللي بيحب الحب الصحي اولا ان انتي بتكوني في علاقة صحية سليمة، يعني تبقي عارفة ايه اللي ليكي وايه اللي عليكي، ايه واجباتك وايه حقوقك، ايه نقاط ضعفك وايه نقاط قوتك. وبرضو نفس الحكاية بتجذبي ليكي الشخص ده بالظبط. حبي نفسك يا ست البنات، اقعدي كده مع نفسك وقولي لنفسك: انا بحب.